بيقولك لو جبت ازازه ميه وسخنت شوكه وخرمت الازازه هتقدر تتحكم في الميه اللي نازله لما تفتح وتقفل الغطا. فتعالوا نجرب ونشوف. دلوقتي لو جبت الازازه وسخنت الشوكه وخرمتها ودخلت الشوكه فيها بالمنظر ده، تعالوا بقى نتفرج على السحر اللي هيحصل. دلوقتي زي ما انتم شايفين الازازه المفروض ان هي معمول فيها فتحات الشوكه وفي نفس الوقت ما بتنزلش ميه. فانت بقى هتعملها حنفيه ازاي؟ هتفتح من فوق كده بالمنظر ده، تفتح الغطا شويه، تمام اهو. بصوا زي ما انتم شايفين عملنا ايه. كل ما تفتح الازازه تنزل معاك الميه بالشكل ده. طبعا انتم فاهمين ان الهواء لما بيدخل من فوق بيسمح للميه ان هي تنزل من تحت. اول ما نقفل الازازه فالهواء ما بيعديش فالميه بتقفل. بيقولك لو جبت كوبايه ميه وغطيتها بورقه وبعدين قلبتها الميه مش هتقع. ازاي الكلام ده؟ شيء منطقي جدا ان احنا لو حطينا ورقه على كوبايه ميه مليانه وقلبناها الميه تتكب، لكن ان الميه ما تقعش دي حاجه غريبه. فاحنا دلوقتي هنجرب ونشوف هل الكلام ده بجد ولا لا. ورقه عاديه، ورقه كرتونه، حطيناها على الكوبايه بالشكل ده، والمفروض ان احنا هنقلبها كده. بعد كده المفروض نسيب ايدينا من تحت. انا هحطها هنا عشان لو كبت. زي ما انتم شايفين الميه ما بتقعش. حد عارف ليه الكلام ده بيحصل؟ عشان الناس تيجي تقول لك انت لازقها. بص لايف. بيقول لك لو ملينا بالونه ميه وبعدين لزقنا البالونه وعملنا فتحه في النص، الميه اللي هتطلع هتحسها ثابته. هل الكلام ده بجد؟ تعالوا نجرب ونشوف. ادي بالونه مليانه ميه اهي، زي ما انتم شايفين عملنا الشكل اللي قدامكم ده. المفروض ان احنا لو فتحنا البالونه من النقطه دي الميه اللي هتطلع هتبقى ميه شبه ثابته. تعالوا نجرب ونشوف. المفروض بقى ان احنا نفتح هنا. بص الميه تحسها عامله ازاي؟ تحس الميه شبه ثابته. ها؟ فعلا كلام حقيقي، بس حد فاهم الكلام ده بيحصل ليه؟ اللي يعرف الكلام ده بيحصل ليه يكتب في التعليقات. بس اهم حاجه ما تنساش تعمل لايك وفولو علشان التجربه الجايه اغرب. يلا سلام.